في أقل من 4 ساعة كي باش نكملوا الفيديو هذايا باش تكون فاهم لو مينيموم، باش تكون فاهم مش لو مينيموم، باش تكون فاهم الintelligence artificielle مش بالتفصيل، ما باش نحاولوا نبسطوا، ماهيش فيديو لles experts، باش نحاولوا نبسطوا باش نفهموا واش معناها AI intelligence artificielle، منين جات، كيفاش تطورت لوصلنا للنيفو هذايا. باش نفسروا الماشين ليرنينغ، الML، الDL، الLLM، الLRM، ولوين ماشية الأمور. بيان إيفيدامون كي نبداو فاهمين منين بدات الانتيليجنس ارتيفيسيال لين وصلت للنيفو اللي وصلنا له اليوم، بالطبيعة نجموا نفهموا لوين ماشية الأمور وشنو باش تولي، سواء للسيمبل يوزرز باش ما يبداوش يستعملوا في حاجات لا يعرفوا عليهم لا منين مشى ولا كيفاش يخدموا ولا حتى شيء، عبارة واحد يسوق في كهرباء وما يعرفش حتى اللي فيها موتور، وسواء لي بروفيسيونيل اللي هما يوزرز زادا. لي بروفيسيونيل ينجموا يعرفوا شنو ينجموا يحضروا في البزنس نتاعهم، شنو ينجموا يعملوا لقدام. ما نطولوش باش نحاولوا نعملوا هذا الكل في 4 ساعة ان شاء الله نخلطوا. كي نقولوا AI التعريف بكل بساطة هو وفي الاول، ال AI هي الماكينة تعطي ريزولتا كما اللي نجم يخرجها البشر، سواء في ايميل، في لعبة متاع شطرنج، صارت عندها برشا لعبة متاع شطرنج، في كود متاع HTML، PHP، بايثون، اللي هو في برشا حاجات. الانتليجنس ارتيفيسيال كفكرة ككونسيبت بدات من 1950، معناها عندها برشا من 1950 كمشروع بحث. معناها وقتها لي زورديناتور والماتريال مش قوي، مش بنفس النيفو اللي عندنا اليوم. وقتها 1950 حتى البروغراماسيون كانت بحاجة نسميها أنا متاع ديناصورات. من معناها 1950 وقتها كانوا يخدموا بالبرولوج معناها حاجات قدم برشا. 1950، من 1950 حتى للتسعينات بداش بشوية بشوية التطبيق متاع الفكرة اللي اسمها الأمال، الماشين ليرنينج، معناها تعلم الماكينة، الآلة تتعلم بكل بساطة. ايش معناها الآلة تتعلم؟ معناها تقول لي كيفاش تعلم الماكينة، مخ يلزم والعبد هو اللي يتعلم. الفكرة بسيطة ككونسيبت، مثلا تجي الماكينة وتبدأ تدخل لها في معلومات، داتا تعطيها في معلومات. على سبيل المثال باش نحاول نبسط المثال بسيط، تجي للماكينة وتعطيها دورة مثلث مربع وتعود لها دورة مثلث مربع، الماكينة تولي اوتوماتيكمون كي تكتب لها دورة مثلث تقول لك اكيد بيجي بعد مربع، وكي تحط لها دورة مثلث مربع تحط لك بعضهم دورة مثلث مربع، خاطر هذاك الترتيب اللي انت حطيته لها. كي تزيد تكبر لها الماكينة، مثلا كي تحط لها دورة مثلث مربع دورة مثلث مربع اكس، هي تعرف لي هذيك المعلومة، تولي كي تحط لها دورة مثلث مربع تكمل لك دورة مثلث مربع اكس. فهمت؟ وبعد ليك فهمت تتعلم السيكونس هذيك وتقعد اوتوماتيكمون تعاودها، ولا تعرف شنو اللي باش يجي بعد كل حاجه. كيما زاد على سبيل المثال كي تقول للماكينه، معناها تدخل لها معلومات اللي هما هذوكم داتا فينالمون، كي تدخل لها تقول لها ا بي سي دي، بعد انت تكتب ا وهي تكمل لك بي سي دي، ولا تقول لها ا بي سي تقول لك دي. معناها لهنا نحكيو على الماشين ليرنينغ مثلا على دو نيفو، كي تجي تلم بيناتهم تولي الماكينه تكتب لها A1 B2 C3 اوتوماتيكمون تكمل لك ديكات وانت ماشي. معناها لهنا نشوفوا الماشين ليرنينغ كيفاش يمشي على مستوى واحد والا على زوز وثلاثه مستويات، وكيفاش ينجموا معناها تصير كومبينيشن ما بيناتهم، ينجموا يتلموا مع بعض. هذا كل اللي نحكيو فيه هو في المرحله الاولى اللي هو تدخيل الداتا في الماكينه اللي يصير به الماشين ليرنينغ. غير هذا بالماشين ليرنينغ الماكينه تنجم تطلع لك الاغلاط القدام في الداتا اللي هي تشوفها. انت ما تدخل لها داتا معلومات سي بون تفهمهم تولي تعرفهم الماكينه، تولي تفيق بالحاجه الغلطه. على سبيل المثال كيما عطيتينا ليكزامبل دوره مثلث مربع دوره مثلث مربع اكس، تجي انت تبدا تعطي معناها في المعلومات للماكينه وتلقى هي دوره مثلث مربع دوره مثلث مربع اكس وبعدها نجمه، تنقز على النجمه ذيك وتقول لك لا هذه غلطه. معناها بويسكو صار الماشين ليرنينغ ولا تعرف الماكينه ولا الاورديناتور ولا يعرف، اللي هو نفس الريت كي تلقى النجمه تقول لك هذه لا ولا غلطه ولا حاجه لا تنتمي، اللي هي نفس الفكره اللي تخدم بها السيكوريتي ريزو اليوم، وحتى الفكره الكبيره ككونسيبت نتاع لي زونتي فيروس وغيره، بالفكره ذي بالكونسيبت بالكونسيبت هذا. هنا احنا ما زلنا نحكيو على الامال سامبل اللي هم التسعينات، واللي هو راهو من التسعينات
الماكينة تنجم تعرف اللي جاي، مش تتنبأ بالمستقبل، ما تنجم تعرف اللي جاي ما بطريقة بسيطة. معناها الماكينة كيما قلنا تعطيها تسنسها ديما دورة مثلث مربع دورة مثلث مربع إكس، كي تحط لها دورة مثلث تعطيك مربع دورة مثلث مربع إكس. هي ماهيش تجيب في حاجة من الخيال، معناها ما تعطي فيك حسب ما أنت قريته وحسب ما الداتا اللي دخلتهم، المعلومات هما داتا، تحسوهاش كلمة صعيبة. بعض الآمال شنو هو ولا فما اللي هو هذايا تو كنا نحكيو في التسعينات، اللي هو تو في أعوام ال2000 99 2000 2001 بدأ التطبيق كاريمون متاع حاجة تتسمى DL اللي هو الديب ليرنينج. ديب ليرنينج ماهيش حاجة صعيبة زادة باش نفهموها، معناها مش باش ماهيش حاجة صعيبة. شنو معناها؟ معناها الديب ليرنينج هو الML اللي هو الماشين ليرنينج، ولكن ديب أنه عميق، معناها التعلم العميق. العميق كيفاش؟ عميق أنه هو بيدو الأمال ما على أكثر من مستوى. معناها كنا نحكيو من بكري شوية على الماشين ليرنينج وقلنا أنه حكينا على اكزامبل في 3 نيفو ولا 4 نيفو، دورة مثلث مربع إكس A B C D و 1 2 3 4، معناها التسلسل هذاك اللي هو على 3 نيفو. في الديب ليرنينج في عوض لي 3 نيفو هذوكم احسب انت كل نيفو قدو 1000 مرة ولا قدو حتى مليون مرة. معناها في عوض 3 أمثلة اللي حكيتهم حط انت 3 ملايين مثال في كل ستار، يجيو بريسك 9 ملايين مثال في كل اكزامبل. ولهنا هذا لهنا يولي يتسمى الديب ليرنينج. ديب ليرنينج على خاطر يولي فيه برشا طبقات متاع تعلم. ما باش نقول لكم التعلم شنو بشوي، اما البرشا طبقات متاع تعلم هذوما لي ديفلوبور والعلماء والعباد اللي افونسي في الانتليجنس ارتيفيسيال يسميوها الان ان، معناها يقصدوا بها النيورال نتورك، معناها عباره يشبهوها بالشبكه العصبيه متاع المخ، خاطر التعلم صار على برشا طبقات اللي هو كيما البشر ولا كيما الكائنات الحيه بلوز موان اللي هما اللي يتعلموا. معناها فالديب ليرنينج هو ماشين ليرنينج اما اضربوا في مليون مرة، في 2 ملايين 3 ملايين مرة. انت وقدرة الماكينة، انت وقدرة الباز دو دوني واللي هو يستهلك كورة وبرشا حاجات يمكن تنرجعوا لها في مدة أخرى. كي نعملوا بالديب ليرنينج ما هو اللي فما برشا معلومات باش يخزنهم. البرشا معلومات هذوكم اللي باش يخزنهم معناها الماكينة واللي هي نجم نقولوا الانتليجنس ارتيفيسيال، وين باش يخزنهم؟ باش يخزنهم على شكل شنو؟ على شكل LLM Large Language Model. قولي شنو هو اللارج لانجويج موديل؟ اللي هو نموذج لغوي كبير، معناها LLM Large Language Model. فما حتى برشا يحكيو على الهاش LM اللي هو Huge Language Model، اللي هو معناها كم كبير من المعلومات اللي الماكينة تنجم تتمكن وتنجم تتصرف فيه وتنجم تعمل بيه حاجات. كيما شنو؟ ما هو كيما حكينا من بكري في الماشين ليرنينج السامبل الاولاني اللي هو من التسعينات، دخل داتا للماكينه 1 2 3، دخل داتا للماكينه دوره مثلث مربع، حاجات بسيطه. في الديب ليرنينج وعلى قد ما يكبر ولات الماكينه تنجم تقرا كل كلمه وش فما بعدها، كل ستار وش فما بعده، وكل فقره وشنو فما بعدها، وحتى كل فكره وشنو فما بعدها. هذا في الكتيبة لهنا، معناها مع العلم انه الالام توا فيه التصويرة وفيه الفيديو، يعرف كل موفمون شنو يجي بعده وكل تصويرة شنو يجي بعدها وكيفاش تجي وشنو اللي لوجيك وشنو اللي لا. على ذكر اللوجيك ال LLM Large Language Model في وقتنا هذايا توا ولا فما ال LRM، معناها ال LLM راهو من 2019 حتى قبل 2016 2017 ال LLM معناها موجود كتكنولوجيا وكفكرة وكتطوير وديجا قاعد يخدم، معناها حاجة موجودة. يمكن في فيديو قليل نرجعوا لل ديتاي نتاع الحاجات اللي كيما هكايا. المدة هذيا ولا فما ال LRM. ال LRM اللي هو Large Reasoning Model اللي هو نموذج لغوي كبير وفيه ال reasoning. نعرفش ريزونينج بالعربي، المهم عنده ريزون، عنده التفكير اللوجيك المعقول. اللي هو كان تلاحظوا الفرق ما بين 2020 و2019 اللي استعمل الاي وقتها و2025، انه لي موديل نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال مثلا ما عادش تقولوا باش يعمل لك تصويره نتاع بنادم يعملوا بست اصوابع، ما عادش يعمل مثلا حتى في الكرياسيون نتاع فيديو ما يعملش واحد هيك في المقرون تقولش عليه داخله من بلايص اخرين في وجهه وحاجات هكاكا. اللي هو الريزونينج اللي هو معناه الموديل ولا بلوز او موان فما ريزون.
الحاجة الأخرى اللي ولات معناها efficace برشا وبرشا يخدموا بها ولو أنها موجودة من قبل، راني باش نفسر لكم، إنه حكاية الintelligence artificielle تنجم تتنبأ بالمستقبل. فما حد ينجم يتنبأ بالمستقبل، معناها العلم عند ربي، المستقبل عند ربي، ولكن كيما فسرت لكم من الأول ديما باش نرجعوا ليكزومبل البسيط الأولاني. الML machine learning كيما قلنا كي باش تقول له 1 2 3 4 5 6 حتى ل10، كي تعاود ترجع له تقول له 1 2 باش يعطيك 3 4 5 6 7 8 9 10. هو ما تنبأش بالمستقبل، أما حط اللي هو ديجا يعرفه وشافه وتعلمته الماكينة أنه يصير بعد هذا. في مثال أبسط، كي تجي في الداتا في الديب ليرنينج مثلا وتدخل للماكينة أنه هذه كرهبة كي تفوت 100 كيلومتر في الساعة تتقلب، وتجي تدخله معلومات أنه كرهبة تعمل في اكسلراسيون من 50 ولا تجري 80 في 3 سكوندات. ديريكت الماكينة معناها باللارج لانجويج موديل تخرج لك، خاطر فما بليزور فاكتور هي تتعلمهم وتقراهم، تخرج لك ديريكت تقول لك الكرهبة ذي بعد 3 ثواني ولا 4 ثواني باش تتقلب، على خاطر انت علمتها هكاك، ماهيش شعوذة ولا ماهيش تعرف المستقبل. اللي هي بيدها زاد نفس الفكرة نتاع حاجة دارجة برشا وسمعنا عليها برشا، اللي هو مثلا حكاية القبة الحديدية. من القبة الحديدية تو سامبلومون كيفاش، اللي هو رادار، اللي هو كابتور يجيب معلومات يدخلهم للماكينة، والماكينة تتبع الصاروخ هذاك قداش الفيتاس نتاعو، شنو هي التراجكتوار اللي ماشي فيها، تنجم تعرفوا في الدقائق الجايين، هو في بلاصة معينة في الدقائق الجايين منين باش تعدى بالضبط، وهكاك تنجم تنسق وتخرج صاروخ آخر يفرقع الصاروخ اللي ديجا معناها تبعته في البلاصة المحددة، أنها تعرف في المستقبل الصاروخ هذاك منين باش تعدى في كل ثانية في كل دقيقة تكور. معناها هذايا الفكرة معناها كيفاش تبقينا كي نخمو في كلمة LLM اللي برشا يحسوها حاجة معقدة، نخمو فيها اللارج لانجويج موديل. كي نقول أنه الانتليجنس ارتيفيسيال عندها لغة تنجم تصرف فيها، خمم فيها كيما واحد تعلم يضرب جيتار. اللي تعلم يضرب جيتار سي بون، الكوردوات الكل ولا يعرف يستعملهم ولا يعرف يضرب بهم، تسمعوا أي غناية أخرى حتى كان ماهيش بالجيتار ولا تدندن له غناية أنت بحذاه ينجم يعملها بالجيتار. الانتليجنس ارتيفيسيال كيف كيف تتعلم 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 لين تولي متمكنة من اللغة العربية، الفرنسية، الانجلي، كأفكار، ككتابات، كثقافات، ك حتى في البروغراماسيون ولا حتى الموسيقى. معناها توا بدينا نشوفوا معناها في لي موديل سونو وغيره انه ينجم يفهمك انت شنو تقصد في الميلودي نتاع الموسيقى ويتبعك ويعمل لك موسيقى كل شيء. كيف كيف نجم نخمو زاده حتى في الامال والدال كاكزومبل بسيط، هذا كيما لوبسيون اللي في الكلافي اللي ساعات انت تكتب بيه وهي تخرج لك زوز احتمالات، بونجور ولا بونسوار. لهنا جلوبالمون هذا كيفاش، وهذا هو شنو هو الديب ليرنينغ والماشين ليرنينغ والال ال ام والال ار ام والهاش ال ام والهاش ار ام اللي هي هيوج ريزونينغ موديل.